الحارس واجه رونالدو بضغطه القوي، فمرر الكرة على السريع لزميله على الطرف. في هاي اللحظة ما خطر في باله انه راح يخلي رونالدو ينجح من غير ما يقصد. قدام ضغط نادي النصر القوي زميله توتر ورجع الكرة للحارس، والحارس كان مبين عليه مرتبك، فشتت الكرة بضربة طويلة لبعيد. وفجأة ضربت الكرة بلاعب الخصم وطارت بالهواء بشكل غريب. رونالدو مثل القرش لما يشم الفريس لحق الكرة على السريع، ومن مسافة 17 متر ما حدا توقع انه رونالدو راح يسدد مباشرة. بعد ما نزلت الكرة ونطت، رونالدو بعمر 39 سنة كان بيراقب بالكرة ولف حواليها بنسبة 270 درجة وعدل جسمه، وضرب الكرة برجله اليسار على الزاوية البعيدة وبام بالشباك. تخيل من اللفة للتسديدة أخذت معه 5 ثواني، وعيونه ظلت ثابتة على الكرة طول الوقت، ولف وسدد على الطاير، وبهيك سجل هدف من الطراز العالمي. حتى المعلق ما قدر إلا يعلق بكل دهشة. هذا كان إحساس رونالدو مع الكرة، كيف ما بتحبه سي.